السلام عليكم متابعينا الأعزاء. أتذكرون الفنانة إيمان الطوخي؟ شاهدها الآن بعمر 65 سنة، وشاهد التغيير الكبير اللي حصل لها، ومش هتصدق من هو زوجها وعدد أزواجها وعدد أبنائها. لكن قبل البداية لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. صاحبة الجمال الساحر والحكاية الجميلة، حكاية سندريلا الفنانة التي اختفت فجأة عن عيون الجماهير، تاركة خلفها العديد من التساؤلات والشائعات وراء سر اختفائها وارتباطه بزواجها من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. على الرغم من اختفاء الفنانة إيمان الطوخي لأكثر من 20 عاما، إلا أن الشائعات التي حامت حول زواجها في السر من الرئيس محمد حسني مبارك وإنجابها منه ما زال الحديث الشاغل للجميع. فما السر الكامن وراء اختفاء الجميلة طوال هذه السنوات؟ على مدار السنوات الماضية طاردت الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي الكثير من الأقاويل التي تؤكد زواجها من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بل وإنجابها منه. ولم تكتفي الشائعات عند هذا الحد، بل امتدت إلى مطاردة عدد من الرجال لها لإبعادها عن الساحة الفنية بتحريض من السيدة سوزان مبارك. ما زاد الأمر غموضا وجعل البعض يصدق تلك الشائعات هو صمت الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي وعدم توضيحها أو تكذيبها لأي من تلك الشائعات، فضلا عن كونها ظلت صامتة واختفت عن الأنظار لسنوات طويلة. كانت الفنانة إيمان الطوخي تشارك في عدد من حفلات أكتوبر في حضور الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وفي إحدى الحفلات دار بينهما حديث ساهم مع صعود النجمة ومشاعر الغيرة التي أصابت منافسيها في اشتعال نيران الشائعات حولهما. بعد ثورة 25 يناير خرجت الفنانة إيمان الطوخي عن صمتها، وفي إحدى اللقاءات الصحفية أوضحت أن الشائعات بدأت تطاردها مع اشتراكها في حفلات أكتوبر، مؤكدة أنها في ذلك الوقت بدأت تقلل من ظهورها الفني. وخلال إحدى الحفلات سلم عليها مبارك وسألها عن سبب اختفائها وأثنى على صوتها وفنها كما يفعل مع معظم المشاركين في الحفلات. بعد فترة تلقت إيمان الطوخي دعوة رئاسية لإحياء حفلة أخرى يشارك فيها الفنانان الكبيران وديع الصافي وسيد مكاوي، وقالت في إحدى اللقاءات الصحفية إلى أن هذا الحفل في تعزيز شائعة زواجها من مبارك، الأمر الذي قابلته في البداية بسخرية، متوقعة أنها عندما تتجاهل تلك الشائعة ستموت مع الوقت، لكنها فوجئت بتصاعدها وتناقلها بين عدد من الصحف التي لم تتحرى الدقة، خاصة مع اختفائها واعتزالها الفن. لم تتوقف الشائعات التي كانت تلاحق الفنانة إيمان الطوخي عند زعمهم بزواجها من الرئيس مبارك، إلى أن البعض ادعى أيضا أن زكريا عزمي هو من حاول التقرب إليها وكان يطاردها وهو من تسبب في اعتزالها الفن، إلى أن إيمان الطوخي خرجت ونفت الأمر تماما، مؤكدة أنها لم تتحدث أبدا إلى زكريا عزمي ولم تسمع حتى صوته في التليفون. بعد تأكيد الفنانة إيمان الطوخي أنها لم تلتقي يوما بزكريا عزمي، تداول البعض عدد من الأقاويل التي تشير إلى أن سبب اعتزالها الفن هو وزير الإعلام الأسبق صفوة الشريف الذي قتلها فنيا بأوامر من سوزان مبارك، خاصة وبعد رفضه عرض مسلسلها الناجح جمال الدين الأفغاني على شاشة التلفزيون المصري وتم إبعادها عن التلفزيون. في إحدى السنوات القليلة الماضية نشر ابن شقيقة الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي مقطع فيديو يحمل رسالة مكتوبة تبدأ بآيات من القرآن الكريم تؤكد إيمان خلاله عدم زواجها من مبارك، وأنها على عكس ذلك تعرضت لاضطهادات خلال هذه الفترة واضطرت للابتعاد والاختفاء للاحتفاظ على صورتها النقية أمام جمهورها، مشيرا خلال مقطع الفيديو إلى أنها أصيبت بأضرار نفسية وجسدية جراء ما تعرضت له. هي ابنة الفنان محمد الطوخي، تخرجت من كلية الإعلام
الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980. أعلنت اعتزالها المجال الفني بعد آخر عمل لها عام 1997 بعد 15 عاما من العمل، رغم حزنها، معللة الأمر بأن الدخلاء على مهنة الفن أساءوا إلى الفنانين الحقيقيين، مما أدى إلى ابتعاد عدد كبير من الفنانات عن الوسط. ومن أهم الشائعات التي تعرضت لها شائعة تخص اسمها، حيث يتوهم البعض أنها ابنة المقرئ الشيخ محمود الطوخي، إلى أن أكثر الشائعات انتشارا في الآونة الأخيرة أنها كانت متزوجة من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. هي ابنة الفنان محمد الطوخي، ممثل مسرحي كبير عمل بالمسرح القومي لسنوات، ثم أسس استوديو التسجيلات الإذاعية، وكان له الأثر في تكوينها لأنه يتمتع بصوت قوي التي تعلمت منه القراءة والإلقاء ونطق الكلمات بمخرجها الحقيقي، واحترامها لعملها الذي تحبه، احترامها لنفسها وكبريائها. كل هذه الصفات هي سبب دخولها كلية الإعلام لتحقق ما تحبه وتعلمته. تخرجت عام 1980. كانت تحب الطرب بصوتها الجميل، فهي من أجمل وأرق مطربات جيلها، لأنها أحد الوجوه الجميلة التي لم تستمر طويلا على الساحة الفنية. الفنانة الجميلة التي كانت فتاة أحلام الشباب في الثمانينيات لجمالها الطبيعي وملامحها البريئة، واعتزلت الفن وهي لا تزال في أوج تألقها. قدمت عشرات الأغاني والأعمال في السينما والتلفزيون. بدأت مشوارها الفني بالغناء، قدمت العديد من الأغاني مثل البنية، أنا وانت والقمر، لحين أطلقت ألبومها الأول في أوائل التسعينات من النظرة الأولى. قال عنها الموسيقار عمار الشريعي أنها صوت حساس وواعي، يعرف ما يريد قوله وكيف يقول، وتمتلك صوتا ذكيا. واتجهت بعدها للتمثيل، واستطاعت أن تخطف قلوب المشاهدين لتألقها بكثير من الأعمال مثل بوابة الحلواني، ألف ليلة وليلة، وغيرها من الأعمال. قدمت العديد من الأعمال والتي تبقى بالأذهان ولم تنسى، وهو دورها الشهير رأفت الهجان في مقدمة أعمالها، حيث جسدت شخصية الفتاة اليهودية التي أحبت العميل المصري. رصيدها الفني قليل، لكن استطاعت خلال هذه السنوات أن تحقق نجاحا، وتفوقت على الكثير، ليست بجمالها الذي جعلها محط أنظار الكثيرين، وبموهبتها سواء بالتمثيل أو الغناء التي تميزت بهم. حتى عندما قدمت مسلسل للأطفال كان من أشهر المسلسلات كوكي كاك الذي حقق شعبية كبيرة لدى الأطفال وقتها، شبهها الكثير بالأميرة ديانا، وبالفعل كانت تحلم بتقديم شخصيتها ولم تتاح لها الفرصة. استطاعت رغم كل الإشاعات أن تنافس الكثير من المطربات بقوة صوتها والكثير من الممثلات بقوة موهبتها. شاركت في العديد من المسلسلات، منها مسلسل التاريخي الطريق إلى سرمقند، ألف ليلة وليلة، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، ربعة عود، كوكي كاك، رحلة فطوطة السحرية، تحت ظلال السيوف، جمال الدين الأفغاني. ومن الأفلام اللقاء الدامي، دماء على الأسفلت، لا تدمرني معك، الحكم آخر الجلسة، بيت الكوامل. تمت خطبتها للمخرج المسرحي الراحل فؤاد عبد الحي الذي تعرفت عليه من خلال تواجدها ضمن مسرح الجامعة، ولكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة لشعورها بعدم التفاهم، وارتبطت بالملحن محمد ضياء لمدة 3 سنوات. تعاونت معه في ألبوم النظرة الأولى الذي احتوى على أشهر أغنيتها، وكان السبب في تقربها من ضياء، ولكنهما انفصلا، وفسر الأخير بعدم رغبتها في الإنجاب. انتهى الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.